نتفا من أيام الرحلة وحكايا الدثر سوف أعود إليها حين أشيب أدق عليها الأبواب لتخرج من مكمنها حالة أن أحتاج إليها. ما أقصى أن تحرم من ذاكرة كنت تركت بها نتفا من أيام الرحل وحكايا الدثر، فإذا حاولت استرجاع قليل منها خانتك الذاكرة ولم تقدر. لكن الشعر لا يخون، والسندباد الذي يسير خلف الشاعر لا ينسى. إلى مداخلة الدكتور شهير الدكروري، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. تحية طيبة مباركة من الله سبحانه وتعالى إليكم جميعا. سعيد أيما سعادة بحضوري إلى هذا المكان الثري الثقافي الندي لنقابة الصحفيين في مظلة وتحت معية شاعرنا السبعيني الشبابي الذي لم ولن يتخطى 20 من عمره كما تقول أشعاره، تحت مظلة شاعرنا الكبير الأستاذ محمد الشحات، وتقديم الشاعر البارع الأستاذ أحمد سراج، وفي حضرة كوكبة من النقاد والعلماء والشعراء أحسبهم جميعا جاءوا لا لتكريمي فقط أستاذ الشاعر الكبير المجيد محمد الشحات، بل جاءوا ليستمعوا إليه وليتسروا بسيرته وإبداعه الشعري الثر بل الثري. محمد الشحات شاعر إنسان خاض مرحلتين من الشعر مفارقتين. مرحلة أولى تبدأ من السبعينيات، وتحديداً عام 1974، وظل يحاور الشعر والشعر يحاوره، وظل معا يكملان سبيل الإبداع عبر 6 دواوين متراتبة، وكأنه كان على وعي بما يصنع، إذ صنع أو أبدع شعراً رائقاً عام 1974 من خلال ديوان الدوران حول الرأس الفارغ. ولك أن تتخيل ذلك العنوان وهو يحمل دلالة الرأس الفارغ أو الرأس الفارغ، وما يحويه هذا العنوان من علامة سيميائية بارزة وجلية. يليه بعد 5 سنوات متكاملة وكأنه كان يطوف بذلك الديوان ليعمم إبداعه، ليجيء الديوان الثاني تحت إمرته آخر ما تحويه الذاكرة، بما يعني أنه عاد من رأس فارغة أو من رأس فارغ إلى ذاكرة قوية تدرك أبعاد حياته بل أبعاد واقعه، لأنه كان يعيش فترة دامغة من الفكر والثقافة والسياسة آنذاك. ليتجول بنا عام 1982 لديوان عندما تدخلين دم، وكأنه انتقل من عالم الفكر والرأس إلى عالم الحب
والجسدي أو الرومانسية إن صح التعبير. فالدخول في الدم لا يكون إلا لشيء معالج أو مداو أو مسبب لذلك، لكنه بوصفه محمد الشحات راح ينوع على جدار الزمن عام 1984 لينوع على الجدار بأهازيج وبأنغام شعرية بارقة تبين عن حالة شاعر يعيش واقعاً ملموساً بين يديه ليل نهار. ومن تلك التنويعات على جدار الزمن، ولجدار الزمن صورة بلاغية وأسلوبية وعلامة سيميائية دالة، لأن بدء النص يظهر من عنوانه أو من عتبته النصية الأولى، وقد كان لذلك العنوان سبيل إلى الرحرحة الإبداعية. لنقف عند المكاشفة، وكأنه يواقع واقعه في تلك العام، في ذلك العام عام 1986، وكان عاما بالفعل، أو هذا العقد، عقد الثمانينات تحديدا، يمثل مرحلة فارقة في تاريخ مصر، فصنع ما يسمى بالمكاشفة هذه. لكن المكاشفة أنتجت لديه هزائم، والهزائم كانت كثيرة على حد تعبيره عبر عنوانه عام 1990 ليقدم لنا كثيرة هزائم وفق عنوانه كثيرة هزائم. هذه مرحلة جاذبة تبدأ عام 1974 وتنتهي عام 1990. ليقف محمد الشحات وقفة جادة مع النفس، وكأنه صام عن الشعر وابتعد عنه ابتعادا كليا، ليغيب مدة أو فترة من الزمن تزيد عن 22 عاما، لينطلق عام 2012 من الميلاد 2012 مع فترة زمنية جديدة، ليبدأ بالفعل مكاشفة الشعر من خلال ديوانه المتر لا يقف في ميدان التحرير، أي أنه سينطلق. وبالفعل جاءت انطلاقته من عام 2012 إلى عام 2023 لينتج لنا هذا الشاعر البارع الكبير 17 ديوانا متكاملا. وكأن هذا الزمن أو هذا العهد تحديدا بعد الثورة كأنها كانت راكزا بل رافدا لنرى صورة الشعر لدى الشاعر الكبير بعد الرأس الفارغة وبعد الذاكرة وبعد ساعات الغربة، لنجد المثابرة في ديوانه أدخلوني على مهل، لنجد الذاكرة في ديوانه يوميات ثورة 33 يونيو، لنجد الوجع عندما هزني وجعي، لنلحظ البكاء في بكاء بين يدي الحفيدة، لنلحظ الزيف حياة بلا وجه، لنلحظ الانتماء حروف الوطن، لنلحظ التيهة محاولات لا أعرف نهايتها، لنلحظ التواصل بعودة حينما يكتب في دفتره، لنلحظ التغني ترنيمات شاعر قبل الرحيل، لنلحظ العودة سيعود من بلد بعيد وكأننا ننتظر تلك العودة الرشيدة،
لنلحظ بعدها ارتجافة قوية من خلال رجفة المقامات، ثم التساؤل المتعجب متى ينتهي، ثم نلحظ التوحد الذي وجده في ذاته رجل مسكون بالزرقة، ثم أيضا ينتقل من ملامحه الذاتية إلى ملامح ظله في ملامح ظله، ويعني التواصل، ثم يأتي ما قبل الأخير بالعجز، لم يقدر أن يتخير، أو قل بمصطلح أدق التيه والتحير أو التحير، وهذا هو المصطلح الأساسي. لنرى أخيرا الأمنية التي كان يتمناها، تمنى لو يصحبه وكأنه ينتظر غائبا حاضرا وقد حضر هو، من خلال خوفه الذي رأيناه عبر دواوين بعينها يربو عددها على 7 دواوين. نلحظ الخوف كامنا في إبداع الشاعر محمد الشحات. وقد مر الأستاذ الكبير بمراحل متعددة يربو عددها على 5 مراحل، هي مرحلة المساومة للخوف، ثم مرحلة الكشف، ثم مرحلة المشاهدة، ثم مرحلة الاستجماع أو التحدي، وأخيرا مرحلة الإقبار بالقاف أو الانتصار. لنلحظ في إحدى قصائده حتى ندرك كيف وقف هذا الشاعر على خوف. الخوف ظاهرة وجودية كونية بشرية نلمسها منذ أن ولد آدم حتى يومنا، أو من الأزل إلى الأبد كما يقول المثل. نلمس الخوف حينما أجده في إحدى قصائده كجانب تحليلي يقول: كنت أساوم خوفي كيما يرحل أو يتوارى، فأقلب في جنبات الصدر لأعرف أين يخبئ ما كان يخبئه من أطفال الخوف، ويطلقها لحظة أن يشعر أني في الليل، ويطلقها لحظة أن يشعر أني في الليل أمارس ضعفي. كنت أراه سيحاول أن ينقر في جنبات القلب، يحاول أن ينقر في جنبات القلب وينقض كما ينقض الذئب على القاصية. فكنت أحاول أن أستجمعني أن أرقب من كان يحاول أن يرصدني أو يترصدني، فأغض الطرف قليلا حتى أستجمع كل قواي، فأغض الطرف قليلا حتى أستجمع كل قواي وأقبر خوفي. هي مراحل 5 مر بها شاعرنا الكريم. لنقف عند المرحلة المساومة والمرحلة ما قبل الأخيرة لندرك كيف نلحظ الخوف لدى المبدعين والشعراء. الخوف للإنسانية موجود، يجلب الجزع ويجلب الرهبة والإهابة. نعم، إن شاعرنا الكبير محمد الشحات خاف، لكن خوفه لم يكن ليجزع به أو لينزعج منه أو ليقبع أمامه، وإنما راح يستخدم وسائله المبدعة، يستخدم خصائصه
المشرق بفن الشعر وإبداعه، إذ راح في البدء يساومه، ولما لم يجد من المساومة سبيلا راح يكاشفه، والمكاشفة أبدت له شيئا لم يكن في الحسبان، فراح يشاهده، ثم في المنتهى أو قبل المنتهى راح يتحداه فتغلب عليه وأكبر ذلك الخوف ليقيم لنفسه تحديا، بل انتصارا أراه ليس انتصارا لمحمد الشحات ولا لشجاعته، وإنما هو انتصار للإبداع والشعر، وكأن الشعر سلاح أقوى من أي خوف مهما كان الخوف. ونحن نستشعر منذ أشهر معدودة مر بحالة صحية جليلة ودقيقة، لكنه كان صامدا. تواصلت معه قبل هذه العملية بساعات فما وجدته إلا شاعرا صلبا وصلدا، كما هي حياته التي أعاهدها منذ عام 1974. المحاولة الأولى أو المساومة، يستهل الشاعر محمد الشحات قصيدته تلك بالمساومة للخوف الذي يتخذه قضية أو موضوعا أو فكرة أو حتى مضمونا لقصيدته تلك، بتعبيره كنت أساوم خوفي. هنا يعود الشاعر إلى الماضي في تلك المساومة كنت، بما يعني أنه لازم ذلك الماضي بالمساومة اللازمة والمنشودة والمطلوبة، لكنه يفعل حاضرا أساوم، حيث ينقل الشاعر عنصر التشخيص من الإنسان إلى الرمز المعنوي الخوف، ويزداد التشخيص درجة بل درجات متنامية، وذلك حينما يقفز إلى رافد تلك المساومة والغاية من تحقيقها كيما أرحل أو يتوارى. إنه هنا يساومه حاضرا من أجل الرحيل أو حتى التواري، لأنه يعلم عناده، لهذا قدم له تخييرا بين المحال يتمثل في الرحيل أو الممكن الذي يتمثل في التواري، وساوى أو وزن بينهما على المستوى المكاني داخل القصيدة والكيفية الدلالية، لأن كليهما يمثل ابتعادا عنه نهائيا بالرحيل ومؤقتا بالتواري، وبين الرحيل والتواري تتجلى درجات بل مقومات ذلك الخوف وقدراته. لهذا عاد إلى ماضي المساومة أو بالأحرى محاولة المساومة عبر ذلك الماضي، وهي محاولة محمودة. لماذا؟ لأنها تجلبه أو تعطيه بعدا حياتيا سلبيا ألا وهو الخوف. ونمر بمرحلة الكشف ثم مرحلة المشاهدة، وبعد الوصول إلى ذروة الخوف وسلامه بممارسة الضعف الإنساني من قبل الشاعر تعميقا لفكرة الفزع الليلي ووحشته زمانا ومكانا ودلالة. بعد الوصول إلى تلك الذروة المخيفة وأعلاه نلحظه يعيد سيرته الأولى المساومة بشكل جديد عبر رؤية الرافدة ليتمكن بعد الرؤية من المواجهة، فخوف إلى المساندة، وخوف إلى المباعدة، وخوف إلى المساومة، وخوف إلى التحدي، وخوف من التحدي إلى الانتصار. إن ممارسة الشاعر هنا لضعفه ليلا كانت تمثل نهاية المرحلة الثانية، مرحلة التعرية أو الكشف، بما يعني أنه يحاول أن يتخلص كلية من ذلك الضعف أو بالأحرى الخوف لينطلق إلى مرحلة جديدة ألا وهي الرؤية. كنت أراه، ثم النقر، ثم في جنبات الصدر، وكأنه يواقع بين حياته الخارجية ومعاناته للقصيدة، بين الخوف
برمزيته وبين ما يتوجس داخله، ليصل بها إلى استجماع القوى، على أن ذلك المشهد لم يثني الشاعر عن الاستجماع، استجماع القوى. فكنت أحاول أن أستجمعني، ولكم أن تلحظوا هذه الكلمة الغريبة. طبعا الألف والسين والتاء تعني الطلب، واستجمعني لأنه وضع أن الناصبة، فتستشعر بما فيها من ثقل وبما فيها من يعني مكالفة أو مطالبة لفظية. لا، هي كأنه يعادل بين تلك اللفظة أو بين تلك الصيغة، لأنها ليست لفظة واحدة، بين تلك الصيغة أستجمعني إذا لم تكن منصوبة، أو أن أستجمعني هو ذاته يستجمع ذاته، وكأنه يقول أنا بذاتي سأتحدى ذلك الخوف أيا كان نوعه، ماديا أو روحيا أو معنويا. وينقض كما ينقض الذئب. ولكم أن تلحظوا كلمة ينقض بما فيها من تضعيف، وكما ينقض الذئب تكرار لا يعني الترادف، وإنما تكرار لتجديد دلالة الانقضاض وطبيعة والكشف عن طبيعة ذلك الخوف بشدته وعنفوانه ودرجته ونسبته، حتى يقول كما ينقض الذئب، تشبيها بالذئب في حالة هياجه، أي ينقله من عالم الافتراس وتحديدا على القاصية ليعمق الإحساس بوحدته هنا وتيهه، كما القاصية تماما حينما تذهب بعيدا فيأكلها الذئب، بما يعني أنه يزيد من ملابسات الخوف ونتاجه، حيث يتمكن من صدره بل من ذاته، كما يتمكن الذئب من قاصية الغنم. هنا يستجمع قواه لأنه يحاول الاستجماع، ولكن هناك من يرصده ويترصده أيضا. وهناك فارق بين الرصد والترصد عند علماء اللغة والشعراء يعرفون ذلك تماما. الترصد فيها تضعيف وفيها نوع من التعمد والقصدية، والرصد قد يكون فيه تعمد لكنه يحمل خفة في الدلالة. فالترصد هنا عمق من إحساس أنه يعيش حالة من الرهبة، لكن هل يمكن أن يتغلب محمد الشحات على تلك الرهبة؟ نعم، بعد الرصد والترصد ينطلق شاعرنا الكبير إلى لحظة الذروة بل المخاض، وذلك حينما نلحظه لا يكل بالا بما يلحظه من رصده وترصده، وقد تملك دافع المواجهة بل التحدي، فأغض الطرف قليلا إحساسا بالقدرة على المواجهة بخلاف ما كان عليه ماضيه من مساومة وليله من ضعف، وهو الآن يغض الطرف تمكنا من الرد أو على الأقل الانتباه أو الترقب كرد فعل الرد أو المجابهة. والدليل على ذلك أن غض الطرف لم يدم طويلا، لذلك راح يستجمع قواه مرة ثانية ويراقب بل يرقب حتى أستجمع كل قواي، ولنتأكد من قوة الشاعر وتحديه للخوف عبر ذلك الحاضر في خاتمة قصيدته، وأقبر أو عطف على النصب يعني، وأقبر خوفي تدليلا على تحول الذات الشاعرة في نهاية المشهد الكلي من السلب إلى الإيجاب، إذ لم يكتفي بعدما استجمع قواه بإرهاص التحدي أو بالتحدي ذاته، راح إلى قلب المعركة أو المواجهة وعبر لحظته الآنية وأقبر خوفي ليتحقق له مراده من الانتصار على ذلك الخوف، ولم يكن انتصاره هنا هشا أو مؤقتا أو هينا، وإنما هو انتصار قوي ودائم ونهائي، لأنه أقبر الخوف أي أماته دون رجعة لمساومة أو عودة لترقب. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله. حتى لو طلت عليكم قليلا فسامحوني إن شاء الله. شكرا.